في الأجواء البديعة دي الباص اللي أنا رايحة فيه دهب حصل لي كده حاجات بسيطة كده يا جماعة، مفيش حاجة. احنا ممكن نقعد هنا 3 أيام لحد ما حد تاني يعبر. ليس أمامنا سوى الجبال والرمال والحيوانات المفترسة بقى لو في. دهب من أهم الأماكن السياحية في مصر. خلينا نقول إنها الوجهة السياحية المفضلة للأجانب، لأنهم هناك بيلاقوا أفضل أماكن الغوص في العالم تقريبا، يا إما في جزيرة لاجونا أو جزيرة كورال أو في الكانيون اللي هو الوادي العظيم أو محمية أبو جالوم أو الثقب الأزرق، والتلاتة دول بيصنفوا باعتبارهم أشهر وأجمل أماكن الغوص في العالم. وفي كمان 3 بولز وحاجات تانية كتير للغوص. أما لو ملكش في الغوص أصلا والمية زي حالاتي، ممكن تعمل تخييم في بلو لاجون. أما بقى لو ملكش لا في الغوص ولا في المية ولا في التخييم أصلا زي حالاتي، ممكن تتمشى في الممشى السياحي في دهب وتشتري حاجات بدوية أو تاخد فكرة. ليه اسمها دهب؟ علشان رمال شواطئها وجبالها لون الدهب. تبعد قد ايه عن شرم الشيخ؟ 100 كيلومتر، يعني حوالي ساعة بالعربية من شرم الشيخ. محتاج فلوس قد ايه عشان اروح دهب؟ سعر الفنادق بيتراوح من 500 جنيه لفندق معقول لحد 5000 جنيه وساعات اكتر بكتير حسب ميزانيتك. اما السؤال الاهم على الاطلاق، انا محتاج وقت قد ايه عشان اوصل دهب بالعربية؟ وهنا تخلي بالك من الفخ، عشان لو قالوا لك محتاج 5 ساعات بس يا دوب يبقوا بيضحكوا عليك. الواقع بيقول انك مش محتاج 5 ساعات ولا 6، يعني تعمل حسابك في المتوسط على 8 ساعات عشان توصل دهب، 5-6 ساعات طريق وساعتين 3 كمان. وده لانك بتقف في عدد لا متناهي من الكمائن الامنية طول الطريق. مدة التوقف والتفتيش في كل كمين بتتراوح من 10 دقايق وساعات بتوصل لساعة زي نفق الشهيد أحمد حمدي. ومش بيعوضك عن الفرهدة دي غير جمال الطريق ده. أما بقى لو مالكش في الفرهدة، ممكن تروح طيران عن طريق شرم الشيخ، ساعة يدوب بالطيارة هتكلفك حوالي 3000 جنيه، وده سعر الطيران رايح جاي على طيران إير كايرو، يعني حوالي نص تمن الأتوبيس. توصل شرم الشيخ تاخد عربية ب1000 جنيه لحد دهب، يدوب ساعة بالعربية. السؤال الأهم، هي دهب هتعجبني أصلا؟ بص يا سيدي، لو ليك في الجبال الصفراء والطبيعة الصحراوية والغوص والشعب المرجانية والقعدة على الشاطئ طول اليوم، يبقى هتعجبك دهب جدا. ولو عايز اختيارات أكتر من البحر والغوص والجبال وبتحب المدن أكتر وعايز اختيارات أكتر في الخروج والسهر بالليل والتمشية، يبقى خليك في شرم الشيخ. أما بقى لو ملكش في الطبيعة الصحراوية أصلا ولا بتحب الجبال ولا بتستهويك القعدة على الشاطئ طول اليوم وبتميل أكتر للطبيعة الخضراء والأشجار، يبقى مش هتعجبك دهب أصلا، لأن مفيهاش اللي بتدور عليه، بس ممكن تروح تاخد فكرة، مش هيضر. أنا إيمان الأشراف، أشوفكم في حكايات جديدة.